السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 المشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة اللي دايما بتسعد قلوبنا. ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم وقد الثقة الغالية اللي انتوا بتدوها لنا. بحب افكر حضراتكم ان احنا دايما بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وكمان بنستنى منكم تكتبوا لنا في كومنتاتكم الجميله ارائكم اللي بتسعد قلوبنا في الوصفات اللي احنا بننزلها عندنا على القناه. وكمان تقترحوا علينا اسامي وصفات جديده نقدر نطبقها سوا مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع باذن الله. تعالوا بقى النهارده مع بعض كده نعمل حلو سهل جدا سريع جدا اقتصادي جدا جدا جدا. بصراحه انا بسميه قنبله لانه طعمه بيبقى حلو جدا جدا جدا. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف النهارده الحلو بتاعنا عباره عن ايه. هنعمل النهارده مع بعض من اللسان عصفور حلويات حلوه جدا، سهله قوي خفيفه قوي. ان شاء الله تنور رضاكم باذن الله. معايا ايه؟ زي ما انتم شايفين كده معايا حله على النار حطيت فيها معلقتين كبار من السمنه. وبعد كده نزلت عندي فيها بكوبايه واحده بس من اللسان عصفور. وهنبتدي ان احنا نحمره تحمير عادي جدا، زي ما احنا عارفين زي ما احنا بنحمر لسان العصفور يعني. هنضل نقلب فيه لحد ما ياخد لون جولد حلو. ما يكونش غامق قوي وبرده ما يكونش فاتح قوي. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان لسان عصفور يا جماعه من الحاجات اللي ممكن تدخل في حاجات كتيره قوي. مش شرط ان احنا بس نعمله شوربه لسان عصفور. احنا عملناه قبل كده، عملنا منه بديل الرز البسمتي، وكمان عملنا منه الرز بلسان عصفور، وعملناه طواجن. فكمان هنعمل منه حلو زيه زي الشعريه بالظبط. انا الصراحه بحبه جدا وطعمه كمان بيبقى احلى من الشعريه. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم باذن الله. هنا كنت بوري حضراتكم ان هو كده ده اللون اللي احنا عايزينه. انا مش عايز اتك عليه قوي في السوا. اول ما يتحمر عندي هنزل عليه بكوبايه واحده من الميه. قلنا كوبايه الرز هنحط عليها كوبايه لسان عصفور، هننزل عليها بكوبايه من الميه. انا عايز اسويه سوا كامل، او هنقول بنسبه 95%. عايز اسيب فيه بس عضه بسيطه قوي عشان احنا هنحتاج العضه دي بعد كده. وبعد كده هدي عليه النار خالص لحد ما يستوي معانا. وكمان هحط عليه 4 معالق او 5 معالق من السكر. ده اللي يريح حضراتكم بقى، السكر حسب الرغبه. تمام. هنبتدي دلوقتي نعمل الصوص بتاعنا او الكراميل اللي احنا هنحطه من فوق الوش. هنعمل معاه صوص شوكولاته حلو قوي. جبت عندي ايه؟ جبت عندي 4 معالق من السكر وحطيناهم في طاسه زي ما انتم شايفين كده على النار. وبقول لحضراتكم هنا ان احنا دايما ما بنقلبش في السكر قبل ما الحراف بتاعتي تسيح، علشان السكر بتاعنا ما يخرصش مننا، وكمان ما يكتلش. فنصيحة يعني لما نيجي نعمل كراميل ما نقلبش في السكر قبل ما نتأكد ان الحراف بتاعتي بدأت انها تسيح، علشان السكر بتاعنا ما يكتلش معانا. بعد كده هنزل بنص كوبايه من الميه. هنا بشوف لسان عصفور هو عمال، انا موطي عليه النار، هدي عليه النار بسيبه لحد ما يستوي. اول ما الكراميل بتاعي او السكر بتاعي ساح بالطريقه دي، هنزل عليه بنص كوبايه من الميه المغليه وهسيبه لحد ما يسيح خالص، او السكر بتاعنا يفك خالص. وبعد كده هنزل عندي بكوبايه الا ربع من اللبن، حطيت فيها معلقه واحده من النشا. ناخد بالنا كويس جدا من المقادير اللي احنا بنقول عليها. احنا حطينا هنا اهوت 4 معالق من السكر، استنينا لحد ما يكرملوا، وبعد كده نزلنا عليهم بنص كوبايه من الميه المغليه. وبعد كده هدلنا نقلب فيهم لحد ما السكر عندي يدوب خالص ويفك. وبعد كده هجيب كوبايه الا ربع من كوبايه الا ربع من اللبن، نزلت فيها بمعلقه واحده بس من النشا. وهنقلب فيهم كده لحد ما الصوص بتاعنا او الكراميل بتاعنا يتقل ويوصل للقوام اللي احنا عايزينه. هنا كان اللسان عصفور تقريبا استوى. قلت لحضراتكم بنقلب فيه لحد ما يستوي عندي سوا كامل. والكميه اللي احنا هنعملها النهارده هنعملها بكوبايه واحده بس من اللسان عصفور. قد ايه بقى؟ وصفه اقتصاديه وحلوه جدا ان شاء الله. هنا الصوص بتاعي وصل للقوام اللي احنا عايزينه. جبت عندي 100 جرام من الشوكولاته او اقل طبعا اللي انتوا عايزينه. وبعد كده نزلت بيه على طول على الكراميل بتاعنا وطفيت عليه النار ولحد ما الشوكولاته بتاعتي تسيح خالص. عايز اقول لكم كان طعمها حلو جدا جدا. وده كان بالنسبه لي مقلب في كل اللي كانوا منه. ما كانوش مصدقين ولا متخيلين ان ده لسان عصفور. هو حلويات حلوة قوي وطعمها بيروح في حتة تانية خالص، عامل زي البغاشة كده.
هنا كنت طفيت النار على الكراميل بتاعنا، وبعد كده او صوص الشوكولاته، وبعد كده نزلت عليه بمعلقه واحده بس من السمنه، معلقه صغيره جدا علشان تديله لمعه بس، مش اكتر من كده. تمام. بصوا بقول لكم اهوت، ده لونه وده القوام بتاعه كان حلو جدا. هبتدي بقى اجيب عندي لسان عصفور على العين الاعلى او على نار اعلى، انا كنت حاطه على نار هاديه. وبعد كده هنا كان عندي استوى خلاص بقى كده، كان استوى خالص. انا ما زودتلوش اي حاجه غير كوبايه الميه اللي حطها. بعد كده جبت نص كيلو من اللبن، او ممكن نحط النص ميه والنص لبن اللي انتوا عايزينه المتاح عندكم. نزلت بيهم باربع معالق من النشا، اربع معالق مش كبار، اربع معالق متوسطين، وقلبتهم كويس مع اللبن، ونزلت بيهم على لسان عصفور، وحطيت ظرف واحد بس من الفانيليا، وما نكترش فانيليا عشان ما تمررش معانا الحلويات بتاعتنا. وهفضل بقى اقلب فيهم. طبعا هنا كنت بدوق واشوفه محتاج سكر ولا لا، لكن هو كان مظبوط. السكر اللي انا كنت حاطه في الاول كان مظبوط جدا، ما حبيتش ان انا ازود عليه، وبعدين اقلب فيه لحد ما ياخد معايا قوام حلو. وعايز اقول لحضراتكم يفضل ان احنا ننزله من على النار وهو قوامه مش تقيل قوي، علشان هو لما بيبرد العضه اللي احنا سيبناها فيه دي هتشرب معاه اللبن، فهتديله طعم حلو قوي. فدي برضو تكايه من التكات اللي احنا ناخد بالنا منها، ان احنا لما ننزله من على النار نتاكد بس ان هو فيه شويه من يعني يبقى سايب شويه، مش ماسك قوي زي ما بنعمل مهلبيه او بنعمل الشعريه اللي احنا متعودين عليها. هنا بقى كده خلاص تقريبا كان لسان العصفور بتاعي غلي. وطبعا بسيبه يغلي سنه، او يعني يعمل اللي هي البقبقه دي بتاعه الغليان، علشان ما احسش بطعم النشا واحنا بناكل الحلويات بتاعتنا، لان احنا ناكلها ساقعه. هنا كنت خلصت، وبقول لحضراتكم التقديم زي ما انتوا عايزين، ممكن تحطوه في طبق واحد. انا طبعا الطريقه المحببه الى قلبي ان انا احطه في طبق زي ما انتوا شايفين كده، وشايفين السيلان بتاعه، او ان هو سايب شويه مش ماسك قوي. هنبتدي نصبه بقى في اطباق عندنا، وبعد كده نحط عليه الصوص بالشوكولاته بتاعنا. وانا ما حطيتش طبقه كامله من صوص الشوكولاته، انا حبيت احط حاجات بسيطه كده. وطبعا ممكن نزوق باللي انتوا عايزينه، وممكن نستغنى كمان عن صوص الشوكولاته، برضو بيبقى طعمه حلو جدا. احنا بس قلنا ايه، يعني بما ان هي وصفه اقتصاديه نحاول ندخل معاها حاجه ايه آم، تزود من حلاوتها. هي اصلا وصفه حلوه، فمش محتاجه ان احنا نزود حلاوتها حاجه. زي ما انتوا شايفين كده هصب بقى الكميه بتاعتي كلها. الكميه دي تقريبا عملت لي 7 اطباق. هي عملت بالظبط 7 اطباق ونص من الاطباق اللي انتوا شايفينها دي. فدي من كوبايه واحده بس من لسان عصفور. تخيلوا بقى لو زودنا. انا هنا كنت بقول لحضراتكم انا حبيت ان انا احط الصوص بتاعي بشكل عشوائي، علشان انا عايز يبقى فيه ميكس ما بين الوش، يعني ميكس ما بين الشوكولاته وما بين اللبن. فكان عندي الاقتراح ده حبيته قوي. وانتوا كمان لو عايزين تحطوها طبقه كامله براحتكم اللي يريحكم. انا حطيت باقي الصوص في بوله صغيره، اللي كان عايز او اللي حابب يزود كان بياخد براحته، علشان برضو دي شوكولاته واحنا حاطين سكر، فعشان ما تجزعش نفس اللي بياكل. فناخد بالنا برضو من الحته دي. وطبعا انا زوقت من فوق، كان عندي سوداني حطيته. ممكن تحطوا جوز هند، ممكن تحطوا اي مكسرات عندكم، ممكن ما تحطوش خالص اللي انتوا عايزينه، بس انا كان عندي سوداني فحطيت شويه من السوداني كده فوق كل طبق، يدوني بس ايه شكل حلو. ومش مش هزار والله، ومش بضحك عليكم، فعلا كان طعمها حلو جدا. جربوه وان شاء الله يعجبكم وينور رضاكم. يعني هتنبهروا بصراحه، هتنبهروا. حطيت بقى هنا كده السوداني زي ما انتوا شايفين. وطبعا لو الفيديو بتاعنا النهارده كان خفيف على قلوبكم، ما تنسوناش بالدعم واللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا. كنت بوريكم شكله كان حلو جدا، وان شاء الله يا رب كده نكون خفيف على قلوبكم. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.